السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما حضراتكم شايفين الكب كيك بألوان الصيف بطريقة سهلة وبسيطة جدا. كوبايتين بس من الدقيق هنعمل 13 قطعة من الكب كيك اللي حضراتكم شايفينه ده. شايفين قد ايه الكيكة من جوه لونها فاتح وكمان هشة جدا. بصوا الطراوة بتاعت الكيكة تستاهل بجد بقكم. طريقة سهلة وبسيطة جدا وكمان هنعمله في الخلاط. أتمنى إن شاء الله الوصفة تعجبكم. يلا بينا على طول نشوف الطريقة والمقادير. أول حاجة معايا كوبايتين من الدقيق المنخول، هنزل عليهم بذرة بسيطة جدا من الملح، كيس شيف بما يعادل معلقة ونص كبيرة من البيكنج باودر. هستخدم كمان معلقتين كبار من جوز الهند، وهقلب كل المكونات الجافة دي مع بعض. ايه لازم جوز الهند؟ بيدي طعم حلو جدا وكمان بيدي لون ابيض حلو قوي لخليط الكيك بتاعك. زي ما حضراتكم شايفين بقلب المكونات الجافة مع بعض وهسيبها دلوقتي على جنب. هجيب بقى الخلاط بتاعي وهنزل على طول ب3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. بحب جدا اشتغل بالخلاط مع اني عندي المضرب الكهربائي، بس عشان اسهل على حضراتكم واللي ما عندوش مضرب يقدر يعمل الكيكة. 3 أظرف من الفانيليا، معلقة كبيرة مليانة من الخل الأبيض، كوباية إلا ربع من السكر والحبيبات العادي، كوباية من اللبن درجة حرارة المطبخ، كوباية إلا ربع من الزيت النباتي. ولا أسهل من كده. هضرب الكلام ده كله مع بعض لغاية ما الاقي اللون يتحول من اللون الأصفر للون الأبيض الفاتح اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي ده. بعيد الضرب مرة واتنين وتلاتة عشان أتأكد إن السكر داب تماما وابتدي يبقى فيه رغاوي كده على الوش، أعرف تماما إن الخليط بتاعي جاهز. زي ما حضراتكم شايفين اللون بتاعه عامل ازاي ما شاء الله. ادي المكونات الجافة بتاعتي، انزل عليها بالمكونات السايلة وهقلب في اتجاه واحد. ولا اسهل من كده طريقة لعمل الكيك. شايفين يا جماعة اللون فاتح ازاي؟ بقول لكم اللون ابيض قوي وناصع جدا، وده دليل لنجاح الكيكة بتاعتي ان شاء الله. ما بقلبش يمين وشمال زي ما اتفقنا، وعملنا كيكات كتيرة جدا جدا مع بعض. بنقلب في اتجاه واحد عشان ما نخرجش الهواء من الكيكة بتاعتنا. بتأكد طبعا بكل الطرق بالويسك كده من قاع الطبق ان مفيش اي تكتلات من الدقيق، لغاية ما الاقي الخليط بتاعي بالقوام الحلو ده. ارجع بقى الخليط بتاعي ده في الخلاط اللي انا لسه مستخدماه زي ما هو. ليه؟ علشان انا هستخدم الورق بتاع الكب كيك، وهنا مش محتاجين خالص صينية الكب كيك. للي ما عندوش صينية الكب كيك يجيب الورق ده. عايزة اقول لكم ال 12 واحدة منه ب5 جنيه بس. شايفين قد ايه الموضوع سهل وبسيط؟ حطيتهم في صينية زي حضراتكم شايفين، وبحط في كل واحدة نقطة بسيطة جدا من الزيت، وبالفرشة وببتدي ادهن ورقة الكب كيك بتاعتي عشان اما اجي اطلع الكيكة منها تطلع معايا بمنتهى السهولة وما تلزقش وتغلبني. بصوا يا جماعة دهنة خفيفة جدا جدا. الموضوع سهل وبسيط خالص ومش مكلف، بس هنفرح ولادنا وهنعمل لهم كب كيك شكله شيك جدا، شكله حلو قوي، ينفع في اعياد الميلاد، ينفع نفرح بيه ولادنا كمان، خصوصا في الصيف بيحب الالوان. تمام. ده مش كل الورق اللي انا هستخدمه، الخليط هيكفي اكتر من كده كمان. وابتدي بقى بالخلاط زي ما احنا اتفقنا، وانا بحب احط بالخلاط لان لما استخدمت المغرفة لقيت انه بيبتدي يشر في الصينية وبيبهدل الدنيا. افضل شيء بالخلاط. شايفين ما شاء الله ممتاز جدا. بحط نص الكمية بتاعة الكاب او 3/4، لان طبعا هو لسه المقدار ده هيعلى في الفرن زي ما احنا شايفين كده. ما نزودش عن كده علشان الكيك ما يطلعش بره الكاب ويبقى الشكل مش لطيف. بصوا بقول لكم ان الخليط لسه مكمل كمان معايا. جبت بقية الكب كيك وهبتدي احط فيه بنفس الطريقة. وكمان عندي القوالب دي لو انتوا حابين تحطوا فيها وغيروا الشكل براحتكم جدا. ادي اول صينية. شايفين يا جماعة بقول لكم ان لما يرتفع هيكون يدوب مظبوط تمام. عملت 4 كمان، وعملت في الطبق الاستانلس واصريت ان احط فيه، مرضتش احط في القالب من عندي عشان اقول يا جماعة للي ما عندوش حتى الورق بتاع الكب كيك ده يحط في الاطباق الاستانلس اللي هي موجودة في كل بيت الصغيرة دي. بصوا شكلها وجمالها. طيب على ما الكيكة تستوي في الفرن هنحط دلوقتي نعمل مع بعض الكريمة. عبارة عن كوباية من الكريم شانتيه الباودر اللي من غير سكر، نص كوباية من السكر الحبيبات، وكوباية من المية المتلجة. واضرب الكلام ده كويس جدا قبل ما اشغل المضرب الكهربائي.
ولغاية ما يعمل لي فوم والاقي القوام بتاعه بقى ممتاز وبقى بالشكل ده. بصوا الكريمة متماسكة، لما اجي انزلها من سباتيول ما تنزلش معايا كده، تعرفي ان الكريمة بتاعتك مظبوطة 100%. بجيب بقى 3 اطباق علشان انا هعمل الوان مختلفة زي ما احنا متفقين، واوزع فيهم الكريمة بتاعتي. استخدمي الوان زي ما انت عايزة، مش عايز تستخدمي الالوان وهتكتفي باللون الابيض براحتك جدا، بس دي الوان صناعية ومصرح بيها، يعني غذائية، ما فيهاش اي مشكلة، وبتتباع عند العطار، في منها الجل وفي منها البودر. تمام، وزع كميات كده، ولو احتجت تاني هحط تاني، مفيش اي مشكلة. عندي لون احمر غذائي اللي هو البودر ده، هحط منه بسيط جدا لان انا عايزة اللون البينك الخفيف قوي، مش عايزة اللون الاحمر. شايفين ما شاء الله اللون حلو قوي. افضل اقلب فيه بالمعلقة كده لغاية ما اللون يبقى حلو. وعندي كمان اللون الجل الاخضر ده برضو ممتاز، بحط نقطة نقطة لغاية ما يديني اللون اللي انا حباه. ما نزودش اللون يا جماعة مرة واحدة عشان ما نبصش نلاقي اللون فاقع قوي ومش حابينه. بصوا اللون عامل ازاي، شايفين يا جماعة؟ الالوان تحفة تشد الاطفال جدا، بخلاف طعم الكيكة يجنن اصلا. حسيت ان اللون شوية فزودت كمان نقطة. يبقى كده عندنا اللون الاحمر واللون الاخضر، وهنا هعمل ميكس بين اللونين، الاحمر على الاخضر، فهيديني لون موف كده جميل قوي. هتشوفوه حالا ان شاء الله، هيعجبكم جدا وهيعجب الاطفال. طبعا بستخدم لكل لون معلقة عشان الالوان ما تختلطش ببعض. بصوا اللون عامل ازاي، ميكس ما بين الاحمر والاخضر والابيض، مدي لون كده ميكس جميل قوي. وفي طبعا الكريمة البيضة دي لو احتجت هزود تاني على الالوان. في الوقت ده كانت الكيكة بتاعتي استوت وبردت، وبصوا الطبق بتاعي شكله جميل ازاي. وسبتها طبعا لما تهدى وتبرد خالص، واختبرتها بالستيك القلب بتاعها طلعت نضيفة وزي الفل. هنا بقى ابتديت ازوق واحط اللون البينك الاول. الله الله، شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، شكلها يجنن بخلاف طعمها انا مش هوصف. انتوا لازم تجربوا وتحكموا بنفسكم وتشاركوني في الكومنتات. هنعمل واحدة بينك كمان، لو عايزين اللون احمر زودوا اللون كمان شوية عن كده يديكم اللون الاحمر، بس انا حابة اللون ده جدا. شايفين يا جماعة ما شاء الله تجنن. نعمل بقى مع بعض اللون الاخضر. بصوا الجمال، اللهم بارك، حاجة كده تفتح النفس. ما اعتقدش ان في طفل ممكن يشوف الجمال ده وما ياخدش واحدة او 2 وياكلهم. منها الكيكة مغذية جدا، ومنها كمان فرحنا الولاد. نعمل واحدة كمان اللي باللون الاخضر، وزي ما اتفقنا لو الكريمة اثرت معاكم تحطوا تاني من الكريمة البيضة اللي موجودة ونزود اللون. تعالوا بقى نعمل اللون اللي هو الميكس ما بين الاخضر والاحمر والابيض. بصوا مدي برضو لون لطيف جدا، شايفين حلو قوي. انا ما حبيتش ازود الموضوع واحط بقى حاجات فوق، قلت كفايه قوي كده تبقى سهله وبسيطه، وكفايه اللون بس هو لوحده بيشد كفايه، مش محتاج كلام. بصوا يا جماعه الصوره بتتكلم عن نفسها. كريمه متماسكه جدا، الكيكه حلوه وطريه جدا وهشه. بصوا اللي في الطبق زي ما بقول لكم للي ما عندوش ورق الكب كيك. وكمان اتفضل معايا 4 من الكيك، ادي 5 كمان بالطبق ساده، وفي واحده كمان لسه كنت مزوقاها. يعني عملوا معايا حوالي 13 واحدة من الكب كيك. تعالوا نفتح واحدة كده مع بعض نشوف الكيكة نفسها من جوه عاملة ايه. اهي بصوا اللهم بارك يا جماعة، بصوا عاملة ازاي، بصوا ارتفاعها والهشاشة بتاعتها تحفة جدا. هفتحها لكم من النص كده مش بالطول، بالعرض عشان تشوفوا من جوه تمام. اتمنى الوصفة بتاعتي تكون عجبت حضراتكم، ولو عجبتكم شاركوني بقى في الكومنتات وشير ولايك كتير جدا. كنت معاكم مها جوهر، شكرا ليكم والسلام عليكم.